كل ما أنجزناه اليوم وما كابدناه من ضغوط ومعاناة فوق أرضية الملعب يعود الفضل فيه إلى الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ودعم جماهيرنا الرائعة. أخبرت اللاعبين قبل اللقاء أننا نعرف جيدا لمن ولماذا نلعب، فنحن لا نبحث عن مجد ذاتي أو استعراض كروي، بل إن غايتنا الأسمى والأولى هي الوطن والملك والشعب. كان لزاما علينا في البداية الرفع من وتيرة الشراسة في الالتحامات وكسب الكرات الثانية، وكان هذا أول الجوانب التي وجب تداركها، ومع ذلك لم يكن الاندفاع البدني وحده كافيا، فلو اقتصرت المواجهة على الصراع البدني لتفوق المنافس علينا بفضل قوته. تكمن نقطة التحول في كيفية تفكيك المنظومة التكتيكية للمنافس، فقد فاجأنا بأسلوب ذكي يعتمد على الضغط العالي الموجه بكثافة نحو جبهتنا اليسرى، ونجحنا في إيجاد الحلول مع نهاية الشوط الأول قبل أن نجري التعديلات اللازمة خلال الاستراحة بالتركيز على استغلال الأطراف للهروب من هذا الضغط. اعتمدنا كذلك على التدرج الهادئ بالكرة من العمق مع استغلال المساحات خلف خطوط دفاعهم، وهو ما منحنا الأفضلية وصنع الفارق. نحن على أعتاب خوض مباراة ربع نهائي كأس العالم، وطموحنا لم يتغير، وهدفنا واحد لا بديل عنه. كل ما يعنينا الآن هو الاستشفاء السريع واستعادة جاهزيتنا البدنية، وبغض النظر عن هوية المنافس القادم يجب أن يكون تركيزنا منصبا بالكامل على الموقعة المقبلة. Nous on va jouer un quart de finale de Coupe du Monde. On a la même ambition, l'objectif. Donc nous on doit juste bien récupérer et quel que soit l'adversaire qu'on aura, il faudra qu'on soit prêt. لا شعور ديالي هو شعور ديال الافتخار. اليوم مباراة اللي كانت صعيبة بزاف، شفنا الخصم لعب الحياة ديالو اليوم باش انو بروبوز دي بروبليم، مي الحمد لله بروميير ميطون ما كناش نقولوا 100% في الماتش، مي دوزيام ميطون شفنا الدراري كاملين عطاو اللي عندهم. احنا عارفين باللي الشعب كامل ورانا. سا ماجيستي كنبغيو نشكرو تا هو على كاع داكشي اللي موفر لينا، كاع الرسائل ديالو كتوصلنا، والحمد لله احنا فخورين ملي كنساليو الماتش بحال ما كنشوفوا الشعب ديالنا كامل خارج في المغرب كيفرح، والحمد لله نمشيو ان شاء الله لابعد نقطه ان شاء الله في هذه الكومبيتيسيون. Ouais, de toute façon l'état d'esprit c'est ce qui fait notre force, c'est pas que de. سر قوتنا يكمن في الروح القتالية التي يتميز بها هذا المنتخب منذ سنوات، إلى جانب الدعم اللامحدود من الشعب المغربي، وهو ما يمنحنا دافعا كبيرا في كل مباراة. كما أننا نؤمن بأنه لا توجد مباريات سهلة مهما كان اسم المنافس، لذلك سنحضر جيدا للمواجهة المقبلة ونبقى مركزين على تقديم أفضل ما لدينا. كنا نعلم منذ البداية أنه لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم، وهو ما شدد عليه المدرب طوال الأسبوع. دخلنا المواجهة بعقلية تحترم المنافس. في الشوط الأول واجهنا منتخبا منظما دفاعيا، لكن بين الشوطين أجرينا بعض التعديلات، وهو ما ساعدنا على رفع الإيقاع في الشوط الثاني وتسجيل 3 أهداف. كنا الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، لكن المغرب حسمها بفضل جودته في الثلث الأخير. نفذنا خطتنا كما أردنا وفرضنا أسلوبنا أمام منتخب قوي، إلا أن تفاصيل الصغيرة صنعت الفارق. أنا فخور جدا بلاعبي، فقد قاتلوا حتى النهاية، وهذه المشاركة ستكون خطوة مهمة في بناء منتخب أقوى في المستقبل. فرحة الجماهير